عايزة تعملي رز بلبن قوامه كريمي وطعمه زي المحلات وأحلى كمان. تابعيني النهاردة في الفيديو بتاعنا. أنا بسمة ودي قناتي. في فيديو النهاردة هقولك على أسرار وتركات الرز بلبن علشان يطلع القوام بتاعه كريمي وأحلى كمان من المحلات. هتحسي ان انت مش بتاكلي رز بلبن، لكن هتحسي ان انت بتاكلي حتة قشطة. أول تركاية النهاردة معانا هي اللبن. عايزين نختار لبن يكون كامل الدسم، والدسم فيه يكون عالي. الدسم بيكون عالي او اللبن بيبقى حلو كده وغني لما بنشتريه من عند الفلاحين اللي بيكونوا موجودين في السوق. اللبن بتاعهم بيكون غير اللبن اللي موجود في السوبر ماركت. هنجيب كيلو من اللبن، وانتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا اللبن بتاعي كان عندي في الفريزر وطلعته حطيته على النار علشان يفك. ليه بقول اللبن بتاع الفلاحة؟ دايما بتلاقي اللبن بتاع الفلاحة لما بتغليه بيعمل لك قشطة محترمة، وانتي بتشربيه بتحسي ان هو الغناوة باينة في طعمه، غير بتاع السوبر ماركت. انا لما بشربه بحس بصراحة ان اللبن خفيف شوية. يبقى اول تركاية هي نوع اللبن اللي انتي بتستخدميه. هنا اللبن بتاعي خلاص ابتدى يغلي. تمام. هعمل ايه في الخطوه دي؟ كيلو اللبن يا جماعه عليه نص كوبايه رز. هحط نص كوبايه رز مش مغسول. تمام، ما تغسليهوش. هقلبه كده كويس. قلبيه اهم حاجه كويس عشان ما يلزقش من تحت. بعد ما قلبته حلو هوطي النار عليه علشان اللبن ما يفرش، وهفضل طول ما انا واقفه كده هقلب فيه. اهم حاجه النار تكون واطيه. هنا خلاص اخد اول غلوة، طفيت عليه وغطيته وهسيبه حوالي نص ساعة. هنا بعد ما عدى كده نص ساعة، خلاص كده الرز بتاعي يعتبر استوى. تمام. هعمل هشغل تاني النار وهحط السكر وهسيبهم ياخدوا اول غلوة. هنا السكر بحطه بقى على حسب على حسب الرغبة. كل واحد على حسب السكر بتاعه ما بيحبه. انا بحط 4 معالق، احنا بنحبه الصراحة مسكر شوية. طيب ليه انا بعمل خطوة ان انا احط الرز واسيبه على نار واطية وياخد غلوة، وبعد كده اطفيه واسيبه نص ساعة، وبعد كده ارجع اشغل النار واوطيها؟ سر ان تسوية الرز يبقى بيستوي براحته هو اساس القوام الكريمي بتاعنا. انا هنا طبعا قلبت السكر، وهبتدي انزل عليها حوالي نص كوباية من المية. اهم حاجة ان المية ما بضيفهاش في الاول علشان الرز يستوي في اللبن، فيبقى الطعم بتاعه غني، يبقى طعمه هيبقى مختلف تماما عن بتاع البيت. هنا طبعا لما اخد اول الغلوة اللي انا قلت لكم عليها، وطبعا هو مستوي، جبت نص كوباية من المية كمان غير النص الكوبايه الاولانيه اللي انا حطيتها، وضفت عليها معلقتين كبار من النشا، وابتديت بقى اقلب زي ما انتوا شايفين. طبعا هو سخن فالقوام هيتقل معاكي على طول. عايزه اقول لكم ان انا مجرد بس ما حطيته يا جماعه في الاطباق وخلصت الفيديو حرفيا اتنسف. بصوا القوام بتاعه، قوامه حلو جدا. هنا بقى التزيين بقى براحتك. انا حطيت اطباق حطيت فيها زبيب وجوز هند، واطباق حطيت فيها زبيب، وفي طبق حطيت فيه زبيب وجوز هند وقرفه، وطبق تاني حطيت زبيب وقرفه، وفي طبق اهو كمان سبته ساده زي ما هو، عشان برضو انا من الناس اللي بتحب الطعم يكون باين كده. طعمه يا جماعه بجد كانك حاطه فيه يعني حته قشطه محترمه. كده بقى عندك رز بلبن بقوام كريمي وطعمه احلى من بتاع المحلات.